ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنعمل شنطة الفراولة بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هنعمل العقدة السحرية. هرتفع 2 سلسلة، ادي 1 2. هاجي دلوقتي في تاني سلسلة، هنسيب اول سلسلة وهندخل في تاني سلسلة، وهنيجي هنا نشتغل 3 غرز حشو. ادي 1 2 3. هنرتفع سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا. هيقابلنا اول غرزة حشو عملناها، هنشتغل فيها 2 غرزة حشو، ادي 1. وفي نفس المكان تاني غرزة حشو، كده بقى معايا 2. هنيجي عند الغرزة اللي بعديها وهنشتغل غرزة حشو 1، والغرزة اللي بعديها غرزة الحشو اللي بعديها هنشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان، ادي 1 2. هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي، كده بقى معايا 5 غرز حشو. هنعمل دلوقتي تزايد في اول غرزة حشو تقابلني، 2 غرزة حشو في نفس المكان، كده ادي 1 2. والغرزة اللي بعديها غرزة حشو 1، والغرزة اللي بعديها غرزة حشو 1، والغرزة اللي بعديها غرزة حشو 1، والغرزة اللي بعديها 2 غرزة حشو في نفس المكان، ادي 1 2. هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي، واول غرزة تقابلني هشتغل فيها 2 غرزة حشو، ادي 1 2. انا بشتغل تزايد في اول غرزة واخر غرزة، والغرزة اللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو 1، 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 واللي بعديها 2 غرزة حشو، ادي 1 2. هنلاقيهم 9 غرز حشو. هنرتفع سلسلة وهنلف الشغل بتاعنا. اول غرزة تقابلني هنشتغل 2 غرزة حشو، ادي 1 2. والغرزة اللي بعدها غرزة حشو 1، واللي بعديها غرزة حشو 1، واللي بعديها غرزة حشو 1. هنفضل شغالين لغاية نوصل لغاية اخر غرزة ونشتغل فيها 2 غرزة حشو. السطر ده هيكون معايا 11 غرزة حشو. وصلت عند اخر غرزة واشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان، ادي 1 2. هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي، فاول سلسلة تقابلني ادي غرزة حشو، نفس المكان غرزة حشو كمان. المفروض السطر ده هيكون معايا 13 غرزة حشو. وصلت عند اخر غرزة واشتغل 2 غرزة حشو، ادي 1 2. ارتفع سلسلة والف الشغل بتاعي، واول غرزة تقابلني هشتغل 2 غرزة حشو، وبعد كده فوق كل غرزة حشو تقابلني هشتغل غرزة حشو.
هنلاقي ان دول 15 غرزة حشو. هنرتفع السلسلة ونلف في الشغل بتاعنا، واول غرزة حشو تقابلنا اشتغل 2 غرزة حشو. ادي 1 2. السطر ده المفروض يبقى معايا 17 غرزة حشو. ادي 1 كده معايا 17 غرزة حشو. انا هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي. السطر ده بقى هشتغله بدون اي تزايد، مش هشتغل ولا هنا 2 غرزة حشو ولا في اخر غرزة 2 غرزة حشو. فوق كل عمود هيقابلني سوري، وفوق كل غرزة حشو هتقابلني هشتغل غرزة حشو. ادي غرزة حشو، والسلسلة اللي بعديها غرزة حشو، غرزة حشو، غرزة حشو. فوق كل غرزة حشو تقابلني نشتغل غرزة حشو بدون اي تزايد. هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي. هبدأ دلوقتي اشتغل تزايد. هاجي في اول غرزة زي ما اتعودنا ونبدأ نشتغل غرزة حشو. 2 غرزة حشو في نفس المكان. فوق كل غرزة تقابلني غرزة حشو، فوق كل غرزة غرزة حشو. هتقابلني اخر غرزة هشتغل 2 غرزة حشو. كده بقى عندي 19 سلسلة. هاجي دلوقتي هرتفع سلسلة وهشتغل فوق كل غرزة تقابلني هشتغل غرزة حشو بدون اي تزايد. فوق كل غرزة غرزة حشو. هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي. انا هشتغل كمان 4 سطور بدون اي تزايد. فوق كل غرزة حشو نشتغل غرزة حشو. كده خلصت السطور بتاعتي. هاجي دلوقتي هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي، وهاجي دلوقتي هبدأ اعمل تناقص. شايفين اول غرزة حشو تقابلني هدخل كده واسحب حلقة، والغرزة اللي بعديها، هدخل واسحب حلقة، معايا 3 حلقات هطلع منهم مرة واحدة.
واللي بعديها غرزة حشو. المفروض السطر ده يطلع معايا 17 غرزة حشو. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو بعمل تناقص في اول 2 وفي اخر 2. وافضل شغالة كده. هاجي دلوقتي هيقابلني اخر 2 غرزة حشو، هشتغل تناقص. بسحب الخيط معايا 3 حلقات بطلع منهم مرة واحدة، برتفع سلسلة والف الشغل بتاعي. هاجي دلوقتي برضو ابدأ اعمل تناقص في اول غرزتين، اول حلقة وهدخل في تاني حلقة واسحب الحلقة معايا 3 حلقات بطلع منهم مرة واحدة، واللي بعديها فوق كل غرزة تقابلني غرزة حشو. المفروض يطلع معايا السطر ده 15 غرزة حشو. هيقابلني اخر غرزتين هنشتغل فيهم تناقص. هرتفع سلسلة، شايفين بنفس الطريقة. هلف الشغل بتاعي، اول غرزتين يقابلوني هشتغل 2 تناقص. فوق كل غرزة تقابلني غرزة حشو. كده العدد بتاعي هيكون 13 غرزة حشو. كل غرزة حشو غرزة حشو، كل غرزة حشو تقابلني غرزة حشو. بعمل تناقص في اول غرزتين وفي اخر غرزتين. اخر غرزتين بعمل فيهم تناقص. لو جينا نعدهم ادي 2 4 6 8 10 11 12 13. ارتفع السلسلة وهشتغل اخر تناقص، اول غرزة وتاني غرزة. كده دي 1 2. مفروض يطلع عندي 11 غرزة حشو. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اخر غرزة حشو. ده كده شكل بدأ الفراولة تبان اكتر. هرتفع سلسلة واشتغل فوق كل غرزة حشو بدون اي تناقص او تزايد. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، فوق كل غرزة حشو تقابلني غرزة حشو. المفروض يبقوا 11 غرزة حشو. ده شكلها. دي التقفيلة الجنب. هقولكوا هنعملها ازاي دلوقتي مع بعض. اول حاجة هنرتفع، انا ارتفعت عدد سلاسل هنا 44 سلسلة. انا دلوقتي هرتفع اي عدد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
بعد كده جيت عند اول سلسلة اشتغلت غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. فوق كل غرزة تقابلنا نشتغل غرزة حشو. بعد كده هنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا. هتقابلنا اول حرف في، هندخل ونشتغل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. كل غرزة حشو تقابلني هشتغل غرزة حشو. وارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. انا اشتغلت 4 سطور غرز حشو. نفضل شغالين بنفس الطريقة. هنبدأ دلوقتي نقفل القطعة بتاعتنا. هاجي دلوقتي هنا عند اول حلقة تقابلني، وهجيب اول حلقة هنا تقابلني. هبدأ اسحب الخيط بتاعي وهنرتفع سلسلة. هيقابلني حلقة على طول، هدخل بنفس الطريقة، والحلقة المقابلة ليها في القطعة التانية، وهسحب الخيط بتاعي. هيبقى معايا حلقتين هطلع منهم مرة واحدة. هيقابلني اول فراغ، هدخل في الحلقة المقابلة ليها في الحرف الفي، وهسحب الخيط بتاعي كده واطلع من الحلقتين مرة واحدة. هدخل في الحلقة اللي هتقابلني، بعد كده في الحرف الفي المقابل ليها، واسحب الخيط اطلع من الحلقتين. ادخل في تحت حرف الفي والجهة المقابلة ليها، وافضل شغالة بنفس الطريقة. شايفين ده شكلها لما اشتغلت السطر كله. هاجي دلوقتي هنا هشتغل نفس اللي كنت بعمله هنا. هاجي دلوقتي عند اول حرف لي قابلني، هسحب الخيط واطلع من الحلقتين. واللي بعديها
شايفين بقى شكلها. بس كده، وهنبدأ نقص الخيط بتاعها. ده شكلها. هاجي دلوقتي هجيب طرف الخيط الابيض وهرجع هنا كده اسحب الطرف تاني، وهاجي هنا كده اسحب الطرف الصغير، بعد كده ارجعه كده، وهبدأ اجيب الطرف. بصوا ده حرف كده زي الاكس، هرجع اسحب الطرف الابيض وارجع انزله، بس لازم يجي هنا كده. ده شكلها. انا عملت هنا نفس اللي عملته هنا، ركبت الظهر. هاجي دلوقتي هعمل عقدة البداية، وهنرتفع 10 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنسيب اول سلسلة وهنيجي عند تاني سلسلة وهنشتغل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها هنشتغل منزلقة. هتفضل عندي 5 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5. هاجي دلوقتي هرتفع 5 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5. وهرتفع سلسلة كمان عشان اجي في تاني سلسلة اللي هي الخمسة واشتغل غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5. هاجي دلوقتي هنتقل على طول على اول غرزة حشو عندي فاضية، سوري سلسلة، واشتغل فيها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. هنرتفع دلوقتي سلسلة ونلف الشغل بتاعنا، وهاجي دلوقتي عند اول سلسلة. شايفين اول سلسلة؟ هرتفع تاني. ادي 1 2 3 4 5. هاجي في تاني سلسلة واشتغل غرزة حشو. ادي 1 2 3، واخد لفة على الابرة، ورابع سلسلة هنشتغل غرزة نص عمود، والخامسة غرزة نص عمود. هيقابلني غرزة اول غرزة حرف فيت هتقابلني، هدخل واشتغل غرزة حشو وارتفاع 1 2 3 4 5. هاجي دلوقتي في تاني سلسلة وهشتغل غرزة حشو. ادي 1 2، واخد لفة على الابرة، والتالتة هشتغل غرزة نص عمود،
والرابعة غرزة نص عمود. بعد كده هيقابلنا حرف في، هشتغل غرزة حشو عادي وارتفع 1 2 3 4 5. تاني سلسلة هنشتغل غرزة حشو، وبعد كده غرزة حشو، وبعد كده غرزة نص عمود، غرزة نص عمود. بعد كده هيقابلني سلسلة هشتغل فيها غرزة حشو وارتفع 1 2 3 4 5. ندخل في تاني سلسلة ونشتغل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة نص عمود، 3 حلقات ونطلع منهم مرة واحدة، واللي بعديها غرزة النص عمود. بعد كده ارجع اشتغل غرزة حشو. ده بقى شكلها. هاجي دلوقتي هجيب المسدس الشمع بتاعي وهبدأ ألزقها كده بنفس الطريقة. وركبت التانية في الظهر بنفس الشكل الأولانية، احنا بنعمل منها 2. ده شكلها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو في اي استفسار سيبولي في الكومنتات. السلام عليكم.